ازاي ترجعي وتصلحي حبيبك اللي من برج الثور ليكي تاني؟ الفيديو ده الحقيقة اتطلب مني كتير جدا كتير جدا 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 جدا. هزيل راجل برج الثور. ازاي ارجع راجل برج الثور؟ انا بحبه، انا اعمل ايه، اسوي ايه؟ الفيديو ده اتفرجوا عليه للاخر عشان كل كلمة فيه مهمة جدا جدا جدا. لو اول مرة تشوفوني في القناة، انا هدير، ياريت نعمل لايك وسبسكرايب، وما ننساش الدعم بتاعت القناة عن طريق ان انتوا تدوسوا على القلب بتاع التشكرات. الدعم مهم جدا يا جماعة. يلا بينا على الفيديو، يلا بينا على راجل برج الثور عشان ما نضيعش وقت. يلا بينا. معاكم هدير. راجل برج الثور وما أدراكم ما راجل برج الثور. راجل برج الثور اللي عشان تتعاملي معاه لازم تتعاملي معاه باللين، بالطبطبة، مش بالعند ولا بالشد. بيهدير موضوع الفيديو الأساسي، في مشكلة حصلت كبيرة ما بيني وما بين راجل برج الثور، واللي حصل ان هو بدأ يتجاهلني ومبقاش يكلمني خالص، وبقيت انا زي الهوا بالنسبة له. ازاي يرجع يكلمني تاني؟ او ازاي يرجع لي تاني؟ ركزوا معايا. في فرق ما بين ان راجل برج الثور بيكلمك او كان بيكلمك تسلية، يعني انت في حياته وقت بيتسلى وخلاص، وانت مش الشخص المناسب ليه، يعني اللي هو واخدك كده تسلية واكتشاف وخلاص. وفي فرق ما بين راجل الثور ان هو بيحبك فعلا، بيحبك فعلا وانت فارقه معاه فعلا، وانت شخص مهم جدا 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 بالنسبه له، بس حصلت مشكله كده، والمشكله دي ممكن ان هي تتصلح. في حاله ان لو راجل برج الثور واخدك كتسليه، الحاله دي ما بيرجعش. خلينا متفقين على الموضوع ده، ما بيرجعش. لو واخدك تسليه، اللي هو كلمك فتره واهتم بيكي حبه وهق ومق ومش عارفه ايه وبتاع، وخد اللي هو عايزه والموضوع خلص، ما بيرجعش خلاص. بياخد الناقه ويشرخ، لان انت مش الشخص اللي عايز يكمل معاه. خد القرار، تمام. لكن لو هو فعلا بيحبك، وانت فارقه معاه زي ما قلت، ممكن هنا تقدري ترجعيه تاني. طب هدير ازاي اعرف ان هو بيحبني؟ ازاي اعرف اذا كان هو بيتسلى ولا بيحبني؟ يا نهار اسود، ازاي اعرف؟ اتفرجوا على الفيديو ده اوكي. انا عامله كل حاجه، انا مش عايزه حجج. يعني هتعرفي ان هو بيحبك بجد، هتلاقيه بيغير عليكي قوي، غيره مرضيه، على السقطه واللقطه، بيمسك لك على الكلمه، يحط في نفسه على طول. بتتخانقوا كتير وبتتصالحوا، دي علامه حب على فكره. ترجعوا لبعض على طول. مهما فرقتكوا الظروف برضه بيرجع لك، تمام. هتلاقيه راجلك، هتلاقيه بي بي بيشاركك افكارك ودماغك، دايما عايزك احسن، دايما عايزك ناجحه، دايما بيقف جنبك، دايما بيساعدك في الكبيره قبل الصغيره. وبرضه علشان تتاكدوا ازاي تعرفوا ان راجل برج الثور بيحبك بجد مش بيتسلى، اتفرجوا على الفيديو ده بالتفصيل. فيه هل برج الثور بيحبك بجد ولا بيتسلى؟ الفيديو ده اللينك بتاعه هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس تحت. اتفرجوا عليه وركزوا كويس جدا في الكلام، وهنا هتعرفوا اذا كان راجل برج الثور فعلا بيحبك ولا بيتسلى. طب هدير، انا اتفرجت على الفيديو واتاكدت فعلا ان راجل برج الثور بيحبني. ارجعه ليا ازاي بقى؟ حلو قوي قوي قوي، ركزي معايا. مادام هو بيحبك وحصلت المشكله ما بينك وما بينه، ركزي في كذا حاجة هتعمليها. لو الغلط منك انتي، لو انتي عملتي حاجة تضايقه، اكيد هو مش من باب الطاق كده هيتقمص ويزعل ويتجاهلك. اوعي تسيبيه فترة كبيرة انتي كمان تكوني متجاهلاه او متكلميهوش، او فترة الخصام تبقى طويلة. طويلة اللي هي مدة قد ايه؟ يعني مثلا انتوا لو امبارح زعلتوا مع بعض واتخانقتوا، اوكي، ما يعديش 3 ايام لو انتي اللي غلطانة روحي كلميه. اكلمه يا هدير يعني ايه؟ يعني انزل من كرامتي؟ لا طبعا، اكيد انت مش بتنزلي من كرامتك. انت هتروحي تنكشيه، تروحي تكلميه، تقولي هاي ازيك، اخبارك، اعتذري له لو انت اللي غلطانه فيه. لو انت عملتي حاجه زعلته منك جامد، اعتذري. مش تعتذري اللي هو سامحني، انا اسفه، انا مش قادره اعيش من غيرك، لا الكلام ده لا. قولي له انا فكرت في الموضوع، وفعلا عندك حق في اللي انت كنت بتقوله،
تزعلش مني كده بالظبط، ما تزعلش مني لو انا كنت ضايقتك. اكتبي له كده: انا عارفه ان اي اتنين في الحياه بيحبوا بعض لازم يحصل شويه مناوشات، والحاجه دي بتقربنا من بعض اكتر. اوكي، اكتبي له الكلمتين دول وسيبيه، اتركيه. انت هنا جيتي عملتي ايه؟ اولا ما سبتهوش فتره طويله. العند، خدوا بالكم بتتعاملوا مع راجل برج ثور، فانت لو انت اللي غلطانه كل ما تسيبيه فتره اكبر كل ما هيعند اكتر. فهمتي؟ كل برج ليه طريقه وليه مفتاح. لو بيحبك وانت اللي غلطانه هتروحي تعتذري، ومش تعتذري انك تنزلي من كرامتك، لا، تعتذري بالطريقه اللي انا قلتها دي. تبعتي له مسج بالطريقه دي، اكتبي ورايا الكلام اللي انا قلته من شويه، خلاص. وبعدين هتلاقيه رد عليكي، يا هيرد يا هيسيبك. في الحالتين سيبيه. لو رد عليكي تمام، عاتبيه، هو هيعاتبك وانت تعاتبيه، اتكلمي معاه وبعدين هزري معاه، تقولي انت عارف ان انا، ويا سلام بقى بعدها قولي له: بص بقى، عشان الكلام الحلو ده، انا عازماك عزومه على اكله انت بتحبها طول حياتك، عمرك في حياتك ما تستغنى عنها. راجل الثور بيحب الاكل، فانتي استغلي حته ان هو شخص حسي او شخص شهواني، بيحب الاكل، بيحب الحاجات المحسوسه، خلاص. استغلي ده، قولي له: بص انا عازماك على الغدا النهارده في مكان تحفه بجد، فلازم نروح عشان انا عامله لك مفاجاه حلوه قوي. قولي له كده وخلاص، تمام. هتلاقيه بدا ان هو يرجع يتكلم معاكي ويهزر معاكي ومش عارفه ايه وبتاع الكلام ده، الموضوع هيخلص. لازم عشان تصلحي او ترجعي راجل برج الثور تضربي على الحديد وهو سخن، ما تسيبهوش فتره طويله، ما تسيبهوش لدماغه تقعد تودي وتجيب، لا. تاني، ده لو كان بيحبك، ولو انت متاكده ان هو بيحبك، لكن لو بيتسلى فكك، انا بقولك فكك منه، دوري على حد تاني يحبك، خلاص. هتلاقيه هتضربي على الحديد وهو سخن، وتخشي تقولي له تعتذري زي ما قلت بالطريقه اللي قلت لك عليها، وبعدين هو هيبدا ان هو يتكلم معاكي وتتعاتبوا مع بعض الحياه. خلاص، قولي له بقى: انا عازماك مش عارفه ايه. صوتك ما يعلاش لما تيجي تتعاتبوا، لو انتوا بتتكلموا في التليفون، اوكي، صوتك ما يعلاش. راجل برج الثور ما يحبش ابدا الانثى اللي تعلي صوتها عليه، يحس ان هو بيتكلم مع راجل. لازم تكوني انثى، تكلمي معاه بصوت واطي، تدلعي. عشان ايه يعني؟ ده اللي بيخلي راجل برج الثور يضعف قدامك. زي ما قلت، راجل برج الثور من بره جامد وقاسي وصلب، بس من جوه انت اللي بتقدري تخشي جوه الحته اللي هي الحته الضعيفه اللي جواه. انت فاهمه قصدي؟ الحاجه التانية عشان تصالحي راجل برج الثور ان انت تكوني صادقه معاه. خليكي صادقه معاه، يعني لو انت غلطتي فيه او في سوء تفاهم حصل ما بينك وما بينه، ما ينفعش ان انت عشان تصالحيه تروحي كاتبه عليه، تقولي اصل انا، يعني انت مثلا خرجتي مع اصحابك مع حد مثلا، هو قالك ما تخرجيش معاه، اوكي، تروحي تقولي: لا اصل انا ما خرجتش معاه، ده انا خرجت مع صاحبتي التانية ومش عارفه ايه وبتاع، وطلع ان انت اصلا كنت خارجه معاها، اوكي. فهو هيعرف ان انت كدابه عشان يصالحك، فاهمه قصدي؟ فهو هيكشف الكذب ده وهيعرف ان انت كدابه ومش هيامن لك بعد كده، ان هو شخص حاطط في دماغه ان انت واحده عايزك مراته، عايزك للمستقبل، فاهماني؟ خلاص. فتبقي صادقه معاه 100%، حتى لو الصدق ده والحقيقه دي هتجرحه، بس خليكي صادقه معاه. والصدق لما انت تيجي تعاتبيه بدلع، بصوت واطي، بطريقه لذيذه، خلاص. اتفقنا لحد كده؟ اتفقنا لحد كده. تالت حاجه، اديله مساحته، اديله وقته. هدير ايه؟ هدير الهبل ده. هو انت مش لسه بتقولي اضربي على الحديد وهو سخن، وروحي اعتذري له على طول في وقتها، علشان الثور لو اتساب له وقت يعني هيعند اكتر وهيغرق في عنده. طب ازاي تقولي له اسيب له مساحته؟ اصبروا عليا. اقصد ان انت تسيبي له مساحته في حته ان هو لو مرضاش يرد عليكي بعد ما انت تعتذري له. يعني انت دلوقتي غلطتي، بعتي له رساله واعتذرتي، ما ردش، سيبيه، اديله مساحته. هو بيقلب الموضوع في دماغه، اصلا هو مش هيلاقي عذر. طب هي غلطت، طب ده هي بتحبني،
طب ده هي اعتذرت لي، طب هي كده حاسة إن هي فعلًا يعني حاسة حاسة بالزعل من جواها من ناحيتي إن أنا زعلت منها. تاني يبقى أول حاجة تعمليها بعد ما يحصل الخلاف، تضربي على الحديد وهو سخن وتروحي تبعتي له رسالة تقولي له أنا فكرت في الموضوع كويس ولقيت نفسي إن أنا لأ، كان لازم إن أنا أعيد حساباتي في حتة إن أنا أعمل الفعل الفلاني، ومعلش ما تزعلش مني، ما تقوليش بقى أنا غلطانة وأنا آسفة وأنا هموت وأنا لأ، بكرامتك كده تقولي له أنا فكرت وعدت حساباتي ولقيت فعلا إن أنت عندك حق، وعلى فكرة مصارين البطن بتتخانق، احنا يعني طول ما احنا بنحب بعض لازم ان احنا نتخانق مع بعض لان احنا بنعرف بعض اكتر وبنعرف طباع بعض اكتر. تاني حاجة هتعمليها هي انك انت تكوني صادقة لما هو يجي يرد عليكي بعد الاعتذار، تكوني صادقة جدا معاه وما تكدبيش عليه في اي حاجة لما يجي يعاتبك. تالت حاجة سيبيله مساحته ووقته، لو ما ردش عليكي في الرسالة دي سيبيله مساحته، هو بيقعد يفكر، مش هتسيبيله فرصة اصلا يغلطك لان انت اوريدي اصلا اعتذرتي، مش هتسيبيله فرصة يغلطك في حاجة، فاهمة قصدي ايه؟ فانت عملتي اللي عليكي، فسيبيله وقته بقى، عدى يوم 2 3 4 ما ردش عليكي، انت عملتي اللي عليكي، عملتي اللي عليكي، فاهماني؟ رابع حاجة بقى بعد العتاب وبعد ما يجي يرد عليكي، تعلي صوتك عليه، اتكلمي معاه، اعزمي عزومة حلوة على أكلة حلوة، قولوا عاملاك مفاجأة، دلعي عليه، العتاب يكون بصوت واطي ودلع ولذاذة والكلام ده. خامس حاجة اوعي تحاولي تغيريه، راجل برج الثور غير قابل للتغيير، ده ما يتغيرش خالص. اوعي تفكري ان انت في يوم من الايام ممكن تغيري شخص عنيد جدا، انت اللي تتغيري مش هو اللي يتغير، فاهمه قصدي؟ وقت ما تيجي تعزميه لازم تتشيكي على سنجة 10 عشان برضو العزومه دي هيكون فيها انك انت هتصالحيه، خلاص شيكي وتظبطي برفيوم بقى والحركات والعزومه التمام، خلاص. الموضوع ده بيجيب مع برج الثور قوي يا جماعه صدقوني، خصوصا لو كان بيحبك بجد. الثور خديه على قد عقله، هو شخص طفل من جوه، طفل جدا جدا من جوه، اصبري عليه، ده شخص عايز صبر، ده لازم تصبري جنبه، اصبري على دماغه وعلى طريقته، ولما يجي يعني تبعدي عنه، هو لوحده بيقعد يفكر ويرجع لك تاني. قولي في كومنتات بقى لو انتوا عايزيني اتكلم على برج تاني عايزين ترجعوا ليكوا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والدعم بتاع اليوتيوب، القلب، ها تشكرات مش هقول لكم يعني. انا بحبكم قوي، وما تنسونيش بقى من اللايكات والحاجات دي والكومنتات، وكان معاكم هدير.